السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. جينا في فيديو جديد من قناة طيور احمد بدوي. النهارده ان شاء الله هنتكلم في موضوع مهم جدا وجاي لي عن طريق التعليقات. في واحد من الافاضل سألني قال لي ايه افضل نوع ممكن نشغله مع البور الاصلي؟ يعني البلدي ينفع يشتغل مع البور الاصلي ونهجن منه ونحسن السلاله، ولا هو الشامي بس، ولا ينفع الزرايبي؟ طبعا ان شاء الله هنرد على السؤال ده في قلب الفيديو ده، بس قبل ما ابدا احب افكر الناس اللي بتتابعني لاول مره تدوس اشتراك للقناه وتفعل زر الجرس، هيوصلها مني كل ما هو جديد باذن الله في عالم الماعز بطريقه صحيحه وعلميه باذن الله. طب مبدئيا كده الفكره ان هما الناس اللي جربت او العلماء او اللي عملوا تجربات قبل كده قبلينا قالوا افضل نوع ممكن يتهجن مع البور هو الشامي. تمام؟ ان الشامي فيه مميزات كتيره قوي بتكمل البور. حلو الكلام؟ بس اللي هو طبعا هنتكلم بقى بالطريقه دي، انا قلت لك الطريقه الاساسيه اللي هي اللي ثابته على الناس اللي قبلينا، افضل حاجه الشامي. طيب في حد جرب غير كده؟ في ناس جربت غير كده وجابت برضو نتائج حلوه. يعني انا مثلا جربت الفرنساوي مع البور، ما شاء الله جايب حاجه اعلى من كيلو. يعني هي نتايه فرنساوي حر مع بور حر، جايبين اول انتاج ليهم المفروض يبقى 50% جيل اول، لا ما شاء الله جاي اعلى من الجيل الرابع اللي مع الشامي. دي مبدئيا يبقى بوجهه نظري الفرنساوي اعلى، بس هي دي كانت تجربه واحده ولسه ان شاء الله بنعملها تاني. دي حاجه. طيب الزرايبي ما جربش الزرايبي، بس في دكتور حبيبي جربه قال مش حلو قوي مع البور، بس قال لك البلدي العالي اللي هو تقريبا زي الشامي كده حلو كمان في العلو، بس بلدي بيجيب انتاج برضه حلو. فطبعا ناخد ايه من المعلومات دي او من الكلام ده؟ انا من وجهه نظري اي حاجه قريبه من الشامي، يعني الخشب بتاعها عريض طويله، الودان بتاعتها مظبوطه مش الطويله قوي، العيون مثلا اللي هي مش بيضه، عشان العيون البيضه يعني ما بتسيبش البور بسهوله، العين الصفراء هتبقى احسن. هيبقى ده كله هيسهل معايا ان انا اهجن مع البور. يعني خلاصه الكلام وخلاصه الفكره عشان ما اطولش على حضرتك، اي حاجه العظم بتاعها عريض حلو الكلام ويكون برون ان شاء الله هتجيب معاك نتائج حلوه. يبقى مش شرط هنوقفها على الشامي فقط، بس افضلهم زي ما بنقول الشامي، ده افضل حاجه اللي احنا ممكن نهجن معاها الشامي. طيب مفيش شامي يبقى هنشتغل اي حاجه غير الشامي، بس تقريبا تكون ما شاء الله حاجه عريضه عشان تجيب معايا خشب عريض، عشان الانتاج يظبط معايا بسرعه، ما اجيبش حاجه قليله. دي كانت المعلومه بتاعتنا في الفيديو ده، واحب اوصيك واوصي نفسي بالصلاه على النبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.